إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وحلقة اليوم من البرنامج مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تأتيكم بعنوان: ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا؟ وقت طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. 10 رياضيين إريتريين يشاركون في أولمبياد باريس 2024 ممثلين لدول مختلفة بعد أن غادر معظمهم إريتريا طلبا للجوء. مصرع 9 أشخاص وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى مكتظ بالأشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو. وقوات الدعم السريع تقتل 23 شخصا وتصيب آخرين بجروح في قرية فانغوغا بولاية شمال كردفان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. يشارك 10 رياضيين إريتريين في الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في الفترة من 26 من يوليو الجاري وحتى 11 من أغسطس، ممثلين لدول مختلفة حسب الجنسيات التي يحملونها، وذلك بعد أن غادروا إريتريا في أوقات سابقة لأسباب مختلفة ومنها طلب اللجوء. والرياضيون 10 من بينهم سيدتان هما مقدس ولدو التي ستشارك في سباق 10,000 متر والماراثون ممثلة لفرنسا، ووين قلاتي في سباق 5,000 متر و10,000 متر ممثلة للولايات المتحدة الأمريكية. والذكور 8 وهم عوت نفتالين المشارك في سباق 5,000 متر ممثلا للنرويج، وإفريم جدا المشارك في سباق 10,000 متر ممثلا لإيرلندا، وفيلمون أبرها المشارك في سباق 10,000 متر ممثلا لألمانيا، وزرآي كبروم أيضا المشارك في سباق 10,000 متر وسباق الماراثون ممثلا للنرويج، وتخلوين جبريسوس أيضا المشارك في الماراثون ممثلا لفريق اللاجئين، وصامويل فتوي وأيوب نوفائيل وتاداسي أبراهام المشاركون في الماراثون ممثلين لألمانيا وإيطاليا وسويسرا. هذا وتشارك إريتريا ب10 رياضيين في دورة الألعاب الأولمبية 33 التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، والمشاركون 10 هم 3 إناث و7 ذكور ممن استوفوا متطلبات الحد الأدنى من التأهل. وبالإضافة إلى الرياضيين الأولمبيين 10 تشارك إريتريا ب4 رياضيين آخرين في الألعاب الأخرى، ليصل مجموع الرياضيين المشاركين تحت العلم الإريتري 14 رياضيا. لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدف مقهى مكتظا في مقديشو، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام المحلية نقلا عن الشرطة الصومالية، التي أشارت تقاريرها الأولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين. ووقع الانفجار القوي مساء الأحد في مقهى توب الواقع في وسط مقديشو، عندما كان مكتظا بالأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدة نهائي بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بنشر صور تظهر كرة نارية ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء جراء الانفجار، وهرعت الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الانفجار.
ويأتي هذا الانفجار بعد يوم واحد من حادثة أخرى في مقديشو، حيث قتل 5 سجناء يعتقد أنهم من مقاتلي حركة الشباب في تبادل لإطلاق النار خلال محاولة للفرار من السجن الرئيسي في مقديشو. كما قتل 3 حراس وجرح 18 آخرون وفقا لما أفادت به سلطات السجن. هذا وأصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تحذيرا للمواطنين من تقديم الدعم المالي للجماعات المسلحة خاصة حركة الشباب. وأدان الرئيس الأفراد الذين يفتحون حسابات مصرفية لمسلحين مطلوبين أو يديرون أموالهم، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى الاستجواب والملاحقة القانونية. وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي خلال اجتماع خاص للجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في الرئاسة الصومالية في مقديشو نهاية الأسبوع الماضي. هذا ولم تتبنى أي جهة الانفجار الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وجرح آخرين، لكن هذا الانفجار والانفجارات المماثلة في السابق تحمل بصمات حركة الشباب التي تتبنى عادة مثل هذه الانفجارات. قتل 23 شخصا على الأقل على يد قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وفقا لما أعلنته منظمة غير حكومية يوم الأحد، وذلك عندما فتح عناصرها النار على قافلة تجارية. ونقل موقع السودان تريبيون عن شبكة أطباء السودان في بيان أصدرته إن قوات الدعم السريع نفذت مجزرة جديدة ضد مجموعة من المدنيين من قرية فانغوغا بولاية شمال كردفان، حيث أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص أثناء توجههم للسوق، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الفور وإصابة آخرين. وأدان البيان الجريمة البشعة بحق المدنيين العزل، واعتبرها محاولة من الدعم السريع لتقييد حريات المواطنين ومحاصرتهم دون مبرر، مما يؤكد استمرار انتهاكات الدعم السريع واعتداءاته على المواطنين. إلى ذلك قال تعميم أصدره نداء الوسط، وهو مبادرة مهتمة برصد الانتهاكات في الولايات الواقعة في وسط السودان، قال إن قوات الدعم السريع نصبت كمينا لتجار قرية فانغوغا الغربية وبعض القرى الأخرى الذين كانوا يتجهون إلى قرى مسميمة، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 23 قتيلا ونحو 10 مصابين. هذا وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من ولاية شمال كردفان منذ الأيام الأولى لبدء الحرب، وتواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم طالت أعدادا كبيرة من المدنيين شملت القتل والنهب والاعتقال والتهجير القسري. وتفرض قوات الدعم السريع منذ أشهر حصارا مطبقا على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وتقيد حركة القوافل التجارية، الأمر الذي أدى إلى حدوث ندرة في المواد الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية. وتعاني شمال كردفان كذلك من انقطاع كلي لشبكات الاتصالات والإنترنت. في هذه الأثناء شهدت مناطق متفرقة من إقليم دارفور من بينها نيالا والضعين سلسلة غارات جوية قام بها طيران الجيش السوداني أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير عدد من المرافق الخدمية العامة. وأفادت مصادر محلية أيضا بأن الطائرات قصفت مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور بالبراميل المتفجرة، ودمرت أعدادا كبيرة من المنازل وقتلت سيدة وجرحت 4 آخرين. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، وهو برنامج نرصد فيه تغطية وسائل الإعلام العربية للأحداث المستجدة والموضوعات المتعلقة بالقارة السمراء. وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي لهذا الأسبوع اخترنا لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات موضوعا نشرته مجلة قراءات إفريقيا في 7 يوليو الجاري بعنوان ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم ومعكم دائما وأبدا في إذاعتكم إذاعة إيرنا الدولية من باريس. نتابع سويا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الجديد وهو إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نتناول فيه أسبوعيا
موضوعات مختارة لأهم ما تناولته وسائل الإعلام العربية من القضايا والموضوعات في الشأن الإفريقي. وفي حلقة اليوم نتناول مقالا أوردته مجلة قراءات إفريقية بعنوان ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا، للكاتب الصحفي حمد عبد الرحمن حسن، والذي نشر في موقع المجلة في 7 يوليو الجاري. نتابع سويا. هذه إذاعة إرنا. يقول حمد عبد الرحمن في مستهل المقال: مثل الفوز الأخير لحزب العمال في المملكة المتحدة بقيادة السير كير ستارمر تحولا كبيرا في السياسة البريطانية، ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير آثارا كبيرة على إفريقيا نظرا للعلاقات التاريخية والاقتصادية والسياسية بين المملكة المتحدة والعديد من الدول الإفريقية. ومن المعروف أنه منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 تراجعت إفريقيا على قائمة الأجندة السياسية في المملكة المتحدة. وعلى سبيل المثال أدى تفكيك وزارة التنمية الدولية ودمجها في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الجديدة في عام 2020، فضلا عن تقويض المساعدات لصالح تلبية الاحتياجات البريطانية الداخلية، أدى كل ذلك إلى رحيل العديد من الموظفين ذوي الخبرة الذين حافظوا على العلاقات مع السياسيين وقادة المجتمع المدني الأفارقة. كما ركزت المناقشات الأخيرة حول إفريقيا على نقل بعض المهاجرين إلى راوندا، أي النظر إلى إفريقيا بحسبانها مصدر تهديد. ويحاول هذا المقال استقراء ما يعنيه فوز حزب العمال بالنسبة لإفريقيا، مع التركيز على التغييرات المحتملة في المساعدات الخارجية والسياسات التجارية والهجرة والعلاقات الدبلوماسية. أولا، السياق التاريخي والأهمية. إن علاقة إفريقيا مع المملكة المتحدة متجذرة بعمق في ماضيها الاستعماري، وتتمتع دول مثل نيجيريا وغانا وسيراليون وكينيا بعلاقات طويلة الأمد مع المملكة المتحدة، والتي لا تزال تؤثر على معالمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وإجمالا تنتمي 21 دولة إفريقية من أصل 56 إلى منظمة الكومنولث، بما في ذلك الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان والقوة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا. وتعد اللغة الإنجليزية هي لغة رسمية في جميع هذه البلدان باستثناء موزمبيق، حيث اللغة البرتغالية هي لغة المجتمع. أما في الكاميرون وراوندا تعد اللغتان الإنجليزية والفرنسية لغتين رسميتين. لقد كانت أحد الركائز الأساسية لسياسة حزب المحافظين في إفريقيا هي محورية الشراكات الاقتصادية، إذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سعت المملكة المتحدة إلى توقيع الاتفاقات التجارية الثنائية مع الدول الإفريقية. والمنطق هنا واضح، وهو تأمين أسواق جديدة للسلع والخدمات البريطانية وضمان الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية في إفريقيا. وتتجلى هذه الاستراتيجية في مبادرات مثل قمة الاستثمارات البريطانية الإفريقية التي عقدت عامي 2020 و2024، والتي سلطت الضوء على فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي. ومع ذلك يرى النقاد أن هذا التركيز الاقتصادي غالبا ما يعطي الأولوية للمصالح البريطانية على مصالح الدول الإفريقية، كما أن طبيعة هذه الاتفاقيات التجارية تعكس في بعض الأحيان أنماطا تاريخية من الاستغلال، حيث يتم استخراج الموارد الإفريقية بأقل فائدة للمجتمعات المحلية. وهنا أيضا مخاوف من أن الضغط من أجل التحرير الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية قد يؤدي إلى تقويض الصناعات المحلية ويؤدي إلى زيادة عدم المساواة. وعلى أي حال، من الممكن أن تبشر عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من المعارضة بتغييرات كبيرة في هذه العلاقات، وخاصة في مجالات مساعدات التنمية والسياسة الخارجية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. ثانيا،
مساعدات التنمية والسياسات الخارجية. واحدة من أهم المجالات الرئيسية التي من المتوقع أن يكون لحكومة حزب العمال تأثير فيها هي المساعدات التنموية. تاريخيا أظهرت حكومات حزب العمال التزاما قويا بالتنمية الدولية، وعلى سبيل المثال أسهمت إدارة توني بلير بدور فعال في إنشاء وزارة التنمية الدولية في عام 1997، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في مساعدات المملكة المتحدة للدول النامية. ومع ذلك في ظل حكومة المحافظين تم دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية في عام 2020، وتم تخفيض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5% من الدخل القومي الإجمالي. وقد تم انتقاد هذا التخفيض لأنه يقلل من دور المملكة المتحدة في دعم السكان الأكثر ضعفا في العالم. ويشير بيان حزب العمال إلى تراجع محتمل في هذه التخفيضات وإعادة برامج مساعدات أكثر قوة، مع التركيز على تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة في إفريقيا. ثالثا، السياسات التجارية. تعتبر التجارة مجالا حاسما آخر، حيث قد يؤثر فوز حزب العمال على العلاقات التجارية مع إفريقيا. ولا تزال السياسات الخارجية في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تتطور، ومن الممكن أن يقدم نهج حزب العمال شروطا أكثر ملائمة للدول الإفريقية. ويؤكد بيان حزب العمال على ممارسات التجارة العادلة وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا الطرفين. ويمكن أن يترجم ذلك إلى تحسين وصول المنتجات الإفريقية إلى الأسواق، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. رابعا، الهجرة وحرية الحركة. ومن المتوقع أن تكون سياسات الهجرة في ظل حكومة حزب العمال أكثر شمولا مقارنة بإدارة المحافظين. وقد كانت حملة القمع التي شنتها حكومة المحافظين ضد الهجرة، وخاصة على الطلاب والعمال المهرة، قضية مثيرة للجدل. وقد تأثر النيجيريون، وهم ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، بشكل كبير بهذه السياسات. ويشير بيان حزب العمال إلى تحول نحو السياسات التي يمكن أن تسمح بهجرة أكثر توازنا، مع التركيز على المهاجرين المهرة، واحتمال تخفيف القيود المفروضة على لم شمل الأسر. وهذا يمكن أن يفيد العديد من الأفارقة الذين يبحثون عن فرص تعليمية وتوظيفية أفضل في المملكة المتحدة. خامسا، دعم العلاقات الدبلوماسية. يمكن أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية تحولا إيجابيا في ظل حكومة حزب العمال. ومن المتوقع أن تركز سياسة حزب العمال الخارجية على التعددية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي. ومن الممكن أن يعزز هذا النهج مشاركة المملكة المتحدة مع الدول الإفريقية في القضايا العالمية، مثل تغير المناخ والأمن والصحة. ويمكن لإفريقيا الاستفادة من هذه الفرصة للتفاوض على اتفاقيات أكثر قوة ومفيدة للطرفين مع المملكة المتحدة. ويعد العدد المتزايد من مؤتمرات قمة إفريقيا +1، حيث يجتمع القادة الأفارقة مع قادة من مناطق أخرى لمناقشة التعاون، مثالا على كيفية قيام القارة بالمشاركة بشكل أكثر فعالية مع حكومة المملكة المتحدة التي يقودها حزب العمال. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي يأتيكم اليوم بعنوان ماذا يعني فوز حزب العمال البريطاني لإفريقيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. وعلى الرغم من هذه الفوائد المحتملة، لا تزال هنالك تحديات، ويتعين على حزب العمال أن يوازن بين أولوياته الداخلية والتزاماته الدولية. ومن المحتمل
أن يحد الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي أعقاب جائحة كورونا، من حجم الاستثمارات والمساعدات التي يمكن أن تقدمها. علاوة على ذلك، يتعين على إفريقيا أن تشكل جبهة موحدة لتعظيم قدرتها على التفاوض، وستكون المطالب الواضحة والمتماسكة من الدول الإفريقية فيما يتعلق بسياسات التجارة والمساعدات والهجرة حاسمة في تشكيل شراكة مفيدة مع حكومة حزب العمال. وختاما، فإن فوز حزب العمال في المملكة المتحدة يحمل في طياته تداعيات كبيرة بالنسبة لإفريقيا، وإن الزيادات المحتملة في مساعدات التنمية وسياسات التجارة الأكثر عدالة وقواعد الهجرة الأكثر شمولا وتعزيز العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يعزز علاقة أكثر قوة وشراكات تعاونية بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد سيتطلب مشاركة استراتيجية ومفاوضات من جانب القادة الأفارقة لضمان تمثيل مصالحهم ومعالجتها بشكل مناسب. وبينما تتشكل الحكومة الجديدة في لندن، يجب على إفريقيا أن تظل سباقة في مشاركتها للاستفادة من هذا التحول السياسي في المملكة المتحدة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. 10 رياضيين إريتريين يشاركون في أولمبياد باريس 2024 ممثلين لدول مختلفة بعد أن غادر معظمهم إريتريا طلبا للجوء. مصرع 9 أشخاص وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى مكتظم في العاصمة الصومالية مقديشو. وقوات الدعم السريع تقتل 23 شخصا وتصيب آخرين بجروح في قرية فانغوغا بولاية شمال كردفان. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.